هيا يا ولاد، تعالى انا اوريكم النهارده انا عملت ايه بكيلو بس واحد دقيق. تعالى انا اوريكم انا عملت ايه بيه. عملت عيش وعملت كرواسو وعملت شريك بنفس العجينه، لانها العجينه حلوه خالص ومظبوطه. اعملي على زي ما انا هقولك دلوقتي، وعلى ضمانتي هتطلع احلى. يعني ممكن تاكليه حاف، ممكن تاكليه بالجبنه، ممكن تاكليه باي حاجه. بصوا، ده انا حطيت فيه نوتيلا شوكولاته، وحطيت كمان منهم فيه جبنه، وحطيت حاجات. يعني ده فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص، بس طعمه حلو خالص. انا اكلته كده عادي والاطفال حبوه خالص. بصوا، ده اللي فيه جبنه. في نوع بالجبنه اهو، ده شايفين انا حطيت فيه جبنه، شايفين من جوه جبنه. حطيت بس كوبايه سكر، كوبايه مش مليانه، وكوبايه لبن، وكوبايه زبادي. طبعا خلطتهم كويس جدا مع بعض، وحطيت معلقه خميره فوريه، وحطيت كمان حته صغيره من الملح. وبعدين دخلت على طول على العجان، حطيت كل الحاجات ديت وعجنتهم، خليتها عجينه طريه. دي معلقه زيت واحده بس عشان اوريكي العجينه عامله ازاي. العجينه بتلزق بس يعني طريه، مش طريه قوي، بس هي بتلزق، ما تلزقش قوي يعني، بس خطيره. شايفين بعد ما خمرت، سبتها طبعا لغايه ما خمرت، وبعدين بدات اشكل فيها. شكلتها على هيئه كور في الاول، شويه شويه، وبعدين بدات افردها. شايفين انا بدات سهله جدا في الفرد، لانها يعني كويسه ومختمره وحلوه. طبعا صحيه وفيها كل حاجه حلوه، فيها الزبادي وفيها اللبن. شايفين انا يا دوبك بس برمتها كده وقفلتها من هنا ومن هنا، ودي عملتها زي الرغيف الفينو. سهله جدا يعني. بصي شايفه، في منتهى السهوله، سهله جدا، بتتفرد معاكي بسهوله، وكويسه كويسه كويسه يعني. عملت منهم كام واحده كده قرص زي العيش الفينو. وبعدين عملت ديت عبارة عن كرواسو، جبت القطاعة وبس عملتها يعني كده اهي. شايفين حاجات سهلة. انا كمان عملتهم ميني كرواسو، عشان طبعا الاطفال كل واحد ياخد واحدة يقدر يعني ايه يخلصها. شكلها حلو قوي وهي ميني كرواسو. لو انت اول مرة تشوفيني، ما تبخليش عليا باللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. قطعتهم بكذا شكل بقى يعني. في شوية منهم عملتهم على هيئة كرواسو، وشوية كمان عملتهم حطيت لهم جبنة وحشتهم، وشوية عملتهم كرواسو حطيت فيهم نوتيلا، وعملتهم كعب الغزال، وعملت شوية منهم على هيئة شريك. بص، كيلو دقيق واحد بس عمل لي كل الأشكال ديت. كمية كبيرة جدا، بينفع في الفطار للأطفال ولينا. بس هتعملي كوباية شاي أو كوباية قهوة وخلاص، هو دوت الفطار. فبتبقى قايمة الصبح كده عندك كل حاجة. شايفين دي اللي أنا عملتها، برمتها عملتها كده، وبعدين لفتها عملتها شكل زي الشريك. ودي بقى عملت لها، حطيت فيها النوتيلا. شايفين أنا وزعت النوتيلا. سهلة، لأن النوتيلا أنا مش حطاها في التلاجة، فكانت سهلة أن أنا أشكلها بالوضع اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده رحت لفتها، عملتها زي الرول، وقطعتها عشان يعني يبقى شكلهم زي كعب الغزال. أي نعم، هما كان النوتيلا اللي أنا حطيتها كانت كتيرة شوية، بس أنا كانت قصدي أن أنا أحطها كتيرة عشان خاطر الأطفال بتحب الحاجات المحلية. فعملتهم دول بالنوتيلا. طبعا العجينة طرية وسهلة في التشكيل بتاعها. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. شكلها حلو قوي، وطعمها كمان وريحتها كانت مالية البيت، ريحة خبيث كده جميلة كلها خير. شايفين شكلهم لما استوى.